والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وهم يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. حسبك. صدق الله العظيم. واو. ويؤمن
بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون يا تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب
صدق الله العظيم. يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظلم فكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. بالله من الشيطان الرجيم. الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي
فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Nous voilà aujourd'hui réunis pour parler de paix. Qu'est-ce que la paix? La paix est une relation de bien-être ensemble, solide et durable basée sur le respect, la sérénité, la cordialité et bonne intelligence entre humains. Elle est également un processus positif, dynamique, participatif, qui favorise le dialogue et le règlement des conflits dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. Pour assurer la paix, il nous faut élaborer une culture de la tolérance et de la négociation pour gérer les conflits, guerre, violence, haine. Favoriser le rapprochement entre civils et militaires et pratiquer le dialogue social. Omar ibn al-Khattab, son fils Abdullah ainsi que Abi Huraira, qu'Allah les agrée, relate que le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils en témoignent qu'il n'est pas de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah, qu'il accomplisse la prière et qu'il s'acquitte de l'aumône légale, az-zakat, jeûner le mois du Ramadan et de faire le pèlerinage si possible. S'ils font cela, leur sang et leurs biens seront préservés pour moi, à l'exception de ce que l'islam exige. Et c'est à Allah exalté, soit-il qu'il appartient de les juger. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Pour cela, les responsables religieux ont un rôle particulier pour contribuer à la prévention des conflits. Parce qu'ils ont un lien direct avec les croyants. Eux seuls ont les légitimités pour annoncer un discours contre la violence et pour dire que l'on ne serait tué et violenté au nom de la religion. Dans cet esprit, il est important de souligner que le dialogue interreligieux est un inestimable
instrument de paix pour désarmer et désamorcer les préjugés et les discriminations, mais aussi pour permettre de fructueuses coopérations au service du bien commun. La paix ne peut advenir que par la négociation, pas par la force des armes. Dans un monde où on peut tout choisir, faisons le choix de la paix. Car elle reste l'étoile qui doit nous guider et notre objectif le plus cher. Je vous remercie. إذا هو ذلك الشخص الذي يجب أن يسلم الناس من إيذائه، والسلام والسلم ليس إلا امتناع عن إيذاء الآخرين. إنه إيذاء ممنوع سواء أكان إيذاء للنفس أو اعتداء على المال أو عرض، وهل يتحقق السلم والسلام إلا امتناع عن إيذاء الآخرين. ولرب قائل أن يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إن هذا الحديث يمنع إيذاء المسلم، إذ يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وهل يتحقق السلم والأمن فقط في أن يمتنع المسلمون عن إيذاء المسلمين فقط؟ وهل يجوز الاعتداء على غير المسلمين؟ إن ظاهر هذا الحديث يفيد أن الأمر محصور فقط في كف الأذى عن المسلمين، وليس هناك آيات تشير إلى أن هذا النبوي شريف عام يمثل المسلم وغير المسلم. إذن فما هو موقف الإسلام من حق الأذى بغير المسلم؟ الجواب على ذلك الوضوء تاما، وما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فصل فيه حرمة الاعتداء على الناس عاما مسلمين كانوا أو غير المسلمين، بل بمجرد أن يكون المعتدي عليه من الناس يكون ذلك الاعتداء بآية وصية من الوصائل أمر بمحرم في شريعة الإسلام. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا أخبركم بالمؤمن؟ المؤمنون من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمجاهد من جاهد